السلام عليكم ورحمة الله، إزيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد، أنا ديجا ودي قناتي سهلة وبسيطة. إن شاء الله هاقول لكم النهارده على طريقة حمص الشام، طريقة سهلة وسريعة. أحلى حاجة في الشتا طبعًا حمص الشام بيدفينا وطعمه جميل. هاقول لكم النهارده على الطريقة، بس أول حاجة عايزين ندعي لأهالينا في غزة، البرد اللي في الخيام عندهم يا رب يلطف بيهم يا رب وينصرهم بإذن الله. نبدأ الوصفة. طبعًا ده نُص كيلو من الحمص الشام، بس أنا كنت ناقعاه قبلها بيوم كامل، يوم كامل منقوع في المَيّة وسلقته ورميت المَيّة. في ناس بتستخدم المَيّة بتاعته، لكن أنا مش باحبذ بصراحة علشان الانتفاخات والكلام ده، فأنا بارمي المَيّة بتاعته وباضيف له مَيّة مغلية جديدة. يعني أنا حطيته في حلة أهو، طبعًا ده كان مسلوق متصفي وحطيت له مَيّة مغلية جديدة، وبعد كده نزلت بكوباية كبيرة من عصير الطماطم مضروب كويس جدًا في الخلاط، وقلّبت كل الخليط ده ورفعته على النار. وهنا بقى احتاجت الطماطم والبصل والتوم. طيب أنا هنا احتاجت على نُص كيلو الحمص حبّتين من الطماطم كبار متقطّعين إرباع، وحبّاية واحدة من البصل تكون كبيرة أو 2 متوسطين برضه متقطّعين إرباع، و3 فصوص من التوم برضه يعني حجمهم يكون كبير مش صغيّرين. أول ما نزلت طبعًا بالحمص والعصير الطماطم والمَيّة المغلية على النار، قعدته حوالي 4 دقايق، وبعد كده نزلت بالخضار ده. أول ما لقيته غِلي شِلته كده بالمصفى زي ما أنتم شايفين في الخلاط بشوية مَيّة مغلية، أو من خليط الطماطم اللي معاكِ في الحلة ده تضربيه بالهاند بلندر لحد ما يبقى الخليط جاهز بالشكل ده وينعم خالص معاكِ. ترديه بقى تاني في الحلة. بس كده، يعني هو الموضوع بسيط جدًا. أنا بس بابقى عايزة أهرس الحاجات اللي موجودة دي بعيدة عن الحمُّص. في ناس بتعمله بالبصل وهو يعني عادي متماسك والتوم، بس أنا مش باحب كده، باحب أطحنه أحسن، فبيبقى طعمه أحلى وما بيبقاش باين في الأكل. حُطّي بقى ملح، كمون، شطة، بابريكا. طبعًا الشطة حسب الرغبة، لو مش حابين ما تحطّوش، بس هي دي أهم التوابل اللي هنحطّها بعد ما ننزل بالخضار اللي طحناه ده. هنحط بقى ملح وكمون وبابريكا، دي أهم 3 حاجات. طبعًا الشطة حسب الرغبة. يا دوبك بتقعد على النار بعد ما نحط التوابل بتاعتنا 5 دقايق بالضبط. مش هنسيب الطماطم تتقل عن كده، هي حلاوتها في المَيّة دي أصلًا. ويا دوبك تغلي نطفي عليها ونصُب بقى أحلى كوباية حمص الشام هتدفّيكم بشكل يعني جميلة كده وطعمها حلو وخفيفة، الأطفال بيحبوها والكبار بيحبوها. جرّبوا بجد الطريقة هتعجبكم جدًا. أحسن بكتير ما يبقى الخضار متقطّع قدّامنا في الكوباية بيبقى شكله مش لطيف. فالطريقة دي جميلة أوي، إن شاء الله جرّبوها وتعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.